السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. قبل ما نبدا تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتشجعيني بكلمه حلوه كده عشان استمر. الفيديو اللي فات قلت لكم احنا بجهز لعيد ميلاد توته بنتي، فعملت اول حاجه كده صوص الكراميل وصوص الشوكولاته. انا عملته معاكم قبل كده، او الجناش الاقتصادي ده انا عملته مش هصوره فعشان عملته معاكم قبل كده. هنعمل بقى دلوقتي، وكمان التورته مش هعملها معاكم، يعني هعمل التورته لوحدها واوريكم شكلها في الفيديو في الاخر، عشان خاطر هي برضو نفس الطريقه السبونج والكلام دوت. هعمل برضو سويس رول بدقيق الاسبونج. ممكن تعملي بالكيكه العاديه خالص، يعني انا هعمل واحد كده وواحد كده. هعمل واحد بالاسبونج تمام، وهعمل واحد المقادير بتاعت الكيكه العاديه تمام. هقول بسم الله واقول المقادير. عندي هنا 5 بيضات كبار، عليها سنه فانيليا ومعلقه خل صغيره ونص كوبايه من الميه ونص كيلو دقيق اسبونج. دقيق الاسبونج ده بتجيبيه من عند اي عطار، بيبقى فيه كل المواد اللي فيه، البيكنج باودر والسكر، كل حاجه في قلبيه. انت مزاجك بس تضربي ده على ده بيطلع لك ده. نقول بسم الله. يعني هنزل بالبيض تمام. البيض لو صغير حطي 6 بيضات، انا عشان البيض عندي كبير فهحط كام؟ 5. حط عليه فانيليا ومعلقه خل صغيره خالص. وبعد كده نيجي كده عشان الصوره تبقى اوضح. طريقته يعني اسهل منها مفيش. انا دلوقتي فاتحه الفرن على درجه حراره 200 تمام، عشان خاطر لازم يبقى الفرن معايا سخن، عشان ما ينفعش ان انا اضرب وبعد كده استنى الفرن يسخن تمام، عشان مواد الرفع اللي فيه. وعندي كمان قبل ما ابدا عندي صاج هنا على كده. الصاج ده انا عملت فيه ايه؟ اللي هو 30 في 40. دهنته زبده وحطيت فيه ورق زبده كده زي ما انتم شايفين، وعليت الاطراف عشان لو عالي شويه مني تمام. انا عايزاه تبقى طبقه الى حد ما خفيفه تمام، عشان ده لسه ايه هيتلف ويتعمل طبقات. ايه يا كوكو؟ طيب ماشي، هخلص وهجيب لك اللي انت عايزه. كريم بقى واقف جنبي لخمني، مش عايز يمشي بس مش مهم. طيب حاضر، روح وانا هاجي اعمل لك. يلا يا حبايبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهضرب الكلام ده كله ضرب عادي خالص لحد ما يتلون معايا من اللون الاصفر للون الابيض زي الكريمه بالظبط، زي اللي عملته معاكم قبل كده في التورته بتاعت الاسبونج تمام. بسم الله. بصوا دلوقتي يعني شايفين لونه اصفر ازاي؟ هوقف هضرب فيه شويه لحد ما القوام بتاعه يتقل ويبقى ابيض زي الكريمه بالظبط كده، وهنرجع نكمل مع بعض عشان ما اخدش من وقت الفيديو كتير. بصوا يا حبايبي، اللون فتح شويه عن الاول وابتدى القوام بتاعه يتقل، بقى شبه الكيكه كده العاديه. لسه برضو عايز ضرب تاني. هو بياخد من 10 دقايق لربع ساعه ضرب على حسب قوه المضرب بتاعك، وما ينفعش للاسف تعمليه في الخلاط او بمضرب يدوي، لازم المضرب الكهرباء. هي دي الحاجه الوحيده اللي لازم تعمل فيه، يا المضرب الكهرباء يا اما المضرب العجان، يا ده يا ده. لكن الخلاط هيبقى صعب وهيبقى تقيل عليه، مش هيديك القوام اللي انت عايزاه. هكمل ضرب لحد بقى ما يفتح خالص ونرجع مع بعض تاني. بصوا حبايبي كده القوام بتاعي تمام وزي الفل. بصوا اكني بضرب كريمه بالظبط. بصوا القوام تقل وانا حاسه بيه. هجيب بقى دلوقتي الصاج، خلاص كده ده مهمته انتهت. اروح اجيب الصاج واجي. بصوا حبايبي خلاص انا جبت الصاج بتاعي، بس هبتدي كده الم الجناب كده. ده القوام بتاعه كده زي الفل. اديله كده تقليبه من تحت لفوق كده. بصوا القوام بتاعه زي الفل. هقول بقى بسم الله وهوزعه في الصاج بتاعي كده. عايزه زي ما قلت لكم طبقه تكون رفيعه عشان لما يتلف ما يبقاش يعني سمكه تخين قوي، او ده على حسب ما يرجع لك انت. عايزاه سمكه رفيع، عايزاه سمكه تخين، دي حسب القطعه اللي انت عايزاها. حاجه سهله وبسيطه واحسن ما تشتريه من بره. يعني الصاج ده ما شاء الله يطلع لنا 10 12 حته، يعني أو حوالي دسته، وما خسرتيش حاجه. يعني نص الاسبونج ده اصلا يعني رخيص مش غالي على فكره. كده هوزعه بقى كده حلو على الصاج كله. ده مش هيقعد بالظبط 10 دقايق في الفرن عشان دي طبقه رفيعه،
فمش هيقعد في الفرن كتير. انا زي ما قلت لكم انا فاتحه الفرن على درجه حراره 200، يعني 200 180 على الشبكه اللي في النص، ما تنزلهاش تحت عشان خاطر ما يتلسعش او يتحرق منك. تمام كده وزي الفل. نرجع كده اديها بس كده، بس كده دي الخبطتين دول عشان خاطر لو هوا زياده او كده ويتوسع حلو. تمام، هدخله بقى الفرن واول ما يطلع هنرجع نكمل مع بعض نشوف هنعمل فيه ايه تاني. استنوا. بصوا حبايبي خلاص كده انا طلعت الاسبونج بتاعي زي ما قلت لكم، ما خدش 10 دقايق وخد اللون الاشقر ده من الفرن عادي خالص. بصوا بقى السمك بتاعه، شايفين السمك بتاعه عامل ازاي والتسويه بتاعته. دي هتطلع كده بكل سهوله ولا اكننا عملنا حاجه في قلب بصوا المنظر. هاجي بقى دلوقتي ورقه زبده كمان من فوق ده عشان خاطر يتلف، لازم يتلف وهو سخن. نعم يا كوكو. بصوا حبايبي لازم اجيب ورقه كده زبده، يعني ورقه زبده، ورقه مش هقول ورقه كراسه بيضه كده تكون ايه كويسه وتنفع دي. هقلب بس بتاع عشان خاطر التليفون. بصوا حبايبي خلاص طلعتها من الصاج كده قلبتها. طيب الورقه اللي تحت دي لازمتها ايه؟ الورقه اللي تحت دي لازمتها عشان خاطر تشيلي الوش بتاعي خالص. بصوا المنظر عامل ازاي طري خالص. هو الارتفاع ده طلع عالي شويه بس مش مهم. هبتدي بقى الفه اسطوانه كده او رول. بسم الله كده. لازم وهو سخن، لو استنيتيه لما يبرد هينشف معاكي ومش هيتلف. بصي حتى لو اطفن معاكي كده مش مهم. سخن جدا مش قادره الفه. بسم الله كده. ده هسيبه بقى لحد ما يبرد خالص كده. برد بقى في ساعتين في 3 في اكتر. خلاص كده نشيل دي ونقفل دي كده. تمام، هسيبه كده بالمنظر ده لحد ما يبرد خالص ويهدى معايا ونرجع نكمل مع بعض تاني. بصوا حبايبي انا عملت السويسرول زي ما قلت لكم ولفيته. انا سبته بصراحه ليله، يعني سبته ملفوف كده ليله. جيت تاني يوم بقى هنفكه كده اللفه اللي عاملينها مع بعض. بسم الله. بصوا بقى ورقه الزبده تشيل بقى كل متحتاجيش انك تقشريه، يفضل زي ما هو كده. خليكي بقى حريصه كده معاه. حتى لو اتفتح زي كده مش مهم. الكريمه هتتحط دلوقتي وهتدوي كل حاجه. سايسي بس كده بالراحه. بسم الله كده كده. انا مش هسقيه. بصوا اصلا الكيك طري جدا، ولا هسقيه ولا هحط فيه اي حاجه. هاجي بقى هنا هجلسه بالكريمه. عندي هنا كريم شانتيه مضروبه، عملتها معاكم كتير برضو. كوبايه كريم شانتيه على معلقتين سكر على كوبايه لبن ساقع او ميه متلجه. يا ده يا ده. انا بستعمله بميه بصراحه عشان الكريمه طعمها ما يغيرش. واجلس كده كله. عايزه تحطي صوص شوكولاته، عايزه تحطي معلقتين كاكاو فيه تلونيها، شغال معاكي. بصوا كله هيتلف الكريمه هتمسك بقى اللي هو ايه. قطع معايا شويه دوت من اللف. الكريمه هتمسك ده كله. بسم الله كده. ندخل في الفراغات. عايزه تسقيه اسقيه ميه كومبوت او شربات او لبن بمعلقتين سكر زي ما تحبي. انا بصراحه عشان خاطر طري خالص فمش هسقيه. ممكن تحطي كمان في الحشوه دي شويه مكسرات، بس بصراحه يعني معظم اللي جاي بيحب اللي هو الايه الساده. حط كده حته كمان ايه، حطي وبلاش تستخسري. نقفل الحته دي. خلاص يا حبايبي كده فردت الكريمه. ممكن تحطي شويه كريسب او شويه مكسرات زي ما تحبي، بس انا هعمله ساده. هبتدي الف بقى بشويش خالص وبالراحه. بصي انا الورقه اللي بتساعدني ان انا الفه كده
لو شقق معاكي او عمل مش مهم، جيب السكينه بس هسايسه من تحت. بصوا حبايبي هسلك كده عشان خاطر طبعا كانت سخنه وماسكه في الورقه، بالراحه، اللي اتقطع ده مش مهم. بسم الله. اضغطي كده كده اهو. بسم الله. هو هيطلع ايه واحد كبير شويه بس مش مهم. نضغط كده. دلوقتي الكريمه هتمسك فيه في الطبقات بتاعته كلها. نجيب بس ايه مثلا حرف سكينه كده او حاجه عشان تضغطي كده كده عشان يفضل ايه ماسك نفسه كده وزي الفل. ده بقى لازم تدخليه التلاجة مش اقل من ساعتين عشان خاطر الكريمه تمسك في السويسرول بتاعك حلو ويبقى القوام بتاعه مظبوط. انا طبعا مستعجله فهدخله الفريزر، هسيبه ساعه ونطلع نقفله ونكمله مع بعض. تمام. هيطلع متماسك وهيتخرط خرط بتاعته وهيبقى زي الفل. خلاص هنكفي كده زي ما هو كده بحاله، وهروح مدخلاه الفريزر بعد ما حشيته الكريمه. يطلع من الفريزر ونطلع نقطعه مع بعض الخرط بتاعته ونشوف هنجرنشه ازاي. استنوني. لو سبتيني الفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه. بصوا حبايبي خلاص كده انا طلعت السويسرول من الفريزر عندي، جامد كده ومسك نفسه. انت لو مستعجله زي كده دخليه الفريزر. هبتدي افك. بسم الله. القفله اللي انا قفلتها معاكم. طلع كده الورق. بسم الله. التلاجة او الفريزر بتخليه يعني تتحكمي فيه اكتر. تمام كده. بسم الله. هجيب بقى شويه كريم شانتيه كده نجلس الوش بتاعه عشان خاطر ايه نعمل له جرنش بسيط كده. ثانيه واحده. خلاص يا حبيبي انا ظبطته كده. عندي بقى هنا كريم شانتيه هجلس كده. ممكن تحطي شويه سكر بودر عليه او كاكاو، وممكن تحشيه مربى مش شرط كريمه، بس عشان عيد ميلاد وكده فايه قلت ادلعها. بسم الله. حاجه سهله وبسيطه واقتصاديه جدا. يعني زي ما قلت لكم امبارح الاسبونج النص كيلو ب10 جنيه تقريبا على 5 بيضات. يعني ايه هيعملوا لك قالب محترم. يعني بصوا القالب كبير على فكره مش صغير. هكمل كده التجليس بتاعه وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت. ده عندي صوص الكراميل اللي كنا عاملينه مع بعض. هبتدي كده انزل بخطوط اي جرنش بقى انت عايزاه، بس هو اللي اتفتح مني شويه بس مش مهم. بسم الله. بصوا اللون بتاعه تحفه ازاي وطعمه كمان تحفه جدا. بس كده. ممكن تحطي صوص شوكولاته، صوص فراوله لو هتعمليه بالمربى اللي يريحك. طعم حلو. عايزين بقى نقطعه. هقول بسم الله. تبصوا اصلا شكله من هنا اقطع اصلا الورقه هتلزق فيه. هقول بسم الله. عايزه بس اقص الاول الطرف بتاعه. هجيب بس كده عشان يبان معايا اهو كده واضح تمام وزي الفل. احط السكينه عشان الورقه عماله تطير من المروحه. استني بقى انت ناويه تبوظهولي. اخد كده الطرف هقص الطرف بتاعه من هنا ومن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هو جامد شويه في الفريزر بس ايه مش مهم. انا انت مصمم تبوظ لي البتاع كده.
زي الفل. بصوا بقى المنظر من هنا، استنى ارفعه لكم. بصوا المنظر. هقطعه بقى الخرطه اللي انت عايزاها، هكمل تقطيعه واوريه لكم في الاخر. بصوا يا حبايبي، خلاص كده انا خلصت السويس رول بتاعي ما شاء الله. رمى معايا الكميه ديت من نص كيلو دقيق سبونج و5 بيضات ما شاء الله تبارك الرحمن. انا عملت له جرنش بسيط كده، حطيت له كريمه وكريسب كده في النص. مش عايزه ما تحطيش، انا بس ايه عشان خاطر زي ما قلت لكم عيد ميلاد توته. بصوا المنظر، حطيتها كده في ورق كب كيك، اللفه بتاعتها ما شاء الله تبارك الرحمن. رمى معايا الكميه دي. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى منكم بقى دعم وشير وسبسكرايب للقناه، وتشجعوني كده بكلمه حلوه وتقولوا لتوته وكوكو كل سنه وهم طيبين. هما جايين ورا بعض على فكره. اقول لكم بقى ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنوني في باقي الوصفات ان شاء الله. دي ملت من الهوا عشان المروحه جنبي بصراحه الجو حر. يلا هقول لكم السلام عليكم.